عسلامة ومرحبا بكم معايا في قناتي. شنيا حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. فيديو جديد وحبيت نودكم اليوم برسات ورقة الملصوقة. حاجة سهلة وبسيطة وحاجة نظيفة تعملوها في الدار، وخاصة للجماعة اللي ما عندهمش بحذاهم شكون يبيع ورقة الملصوقة. دونك هذه طريقة باش نعملوها، وطريقة سهلة وبسيطة وناجحة معاكم من أول تجربة. دونك حبيت نقول لك اذا كان اول مره تزور قناتي ما تنساش تعمل سابوني وتفعل الجرس باش يوصلك نوتيفيكاسيون كل ما نهبط فيديو جديد، وما تنساوش تعملوا جيم وكومنتير للفيديو باش يطلع اكثر مشاهدين في القناه. دونك هذه البراتيك بتاع كعبه الملصوقه. حطيت فيها بطاطا مسموطه وبصل ومعدنوس سوتيه وعظم وجبن، وفوحت ملح وفلفل اسود وكبار حصيلو شخشختها وطن زاده حصيلو البنه ترجع ليكم، اعملوا كما تحبوا. تنجموا تعملوا بها زاده طاجين ملصوقه، كل حاجات نجموا تعملوها. دونك نتعداو للرسيت. عندي كيلة سميد أرطب وكيلة فرينة ومغرفة ملح، وحطيت 15 مليلتر زيت، أي زيت نباتي ولا زيت زيتونة كما تحبوا، وحطيت كيلتين ماء. الماء حطيته دافي شوية أنا. دونك هذوما الكل باش نخلطهم بغا ميكسور، والا تنجموا تحطوها في الخلاط بتاع العصير. سا ريفيان او ميم، يعني تنجموا تعملوهم كيف كيف باي آلة عندكم. المهم ضمنت انها كلها تجانس مع بعض الخليط، ونحيت هذيك الفقاعات هكا خلطتهم بالكدا، وخليته هكا يرتاح شويه الخليط لو طون اللي سخنت فيه المقلاة بتاعي والا كريبير. دونك شوفوا الخليط كيفاش يكون، هذه هي التكستور بتاعه. دونك شفتوا كيفاش. توا باش نعمل الحقيقه انا استعملت كعبه تجربه الاولى وحسيتها لصقت لي شويه، دونك خديت شويه قطره هكا زيت ومسحتها بالبابيي، مسحت المقلاة بتاعي كان اول مره راهو كهو. وبعد خديت بانسو سيليكون، وباش ناخذ من هيك الخليط ونعديه الكله على دورة المقلاة بتاعي. ومن بعد هذيك الفراغات الكل نغطيوهم زادا كيف كيف، نضمنوا ما يبقى حتى فراغ، سينو راهو الحشوة بتاع البريكة يخرج في الزيت. دونك انتوما لازم تضمنوا انه الكعبة الملصوقة كاملة كلها ما فماش فراغات بيناتهم. دونك اون فوا هكا شحت شويه هكا حسيتها تنجم نهزها من الاطراف بتاعها، دونك وقتها نهزها فاسيلمون، حاجه سهله. المهم النار بتاعكم ما تكونش سخونه قويه وما تكونش يعني عاليه، لازمها تكون نار متوسطه هكا، متوسطه ولا حتى هادئه معناها، فهمتوا؟ دونك المهم عينكم ميزانكم، ما تخليوش الغاز بتاعكم المقلاة تسخن برشا، سينو كل شويه عجين تعملوه يولي يطلع معاكم فيسا، معناتها ما توليش متجانسه بريكه الملصوقه كامله، فهمتوا؟ دونك هذه الكعبه الثانيه كيف كيف نفس المراحل نفس التكنيك نعملهم في الكعبات الكل حتى نكمل الخليط بتاعي. دونك حبيت نعطي ملاحظه، ماذا بكم البانسو بتاعكم كان تنجموا يبدا سيليكون جويده الريشه بتاعو، والا والا هذيك البانسو اللي تبدا الياف معناها فيها ماهيش بوليستير. ردوا بالكم راهي بوليستير تنجم تتحرق بالسخانه وتذوب معكم. دونك ماذا بكم هذيك البانسو اللي تبدا ريشتها جويده على الاخر، وتكون معناها الالياف بتاعها معناها صالحه للسخانه، معناتها ما تذوبش مع السخانه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. المهم انا عندي البانسو هذه استعملتها، المهم حاجه النتيجه جاتني باهيه مريقله. دونك شوفوا كيفاش تبدا من الاول، تبدا اذا كان فتحت راهي سايه شاحت، المهم ما تخليوهاش تشيح برشا سينو راهي تيبس. دوم ما هكا تبدا تطلع من القلاي واحنا نهزوها وتجي معاكم بسهوله. وهذه وصفتنا اليوم وفيديونا اليوم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر وصفه اخرى ان شاء الله.